وسلم فقال: يا رسول الله، دلني إلى عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. بإذن الله عز وجل يا إخوة الإسلام، نريد أن نقف وقفات مع هذا الحديث العظيم، هذا الحديث الذي كلماته قليلة ومعانيه كثيرة. فهذا الصحابي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر هو من الأهمية بمكان، أن يكون العبد من الذين يحبهم الله عز وجل، فهذا شرف عظيم. والعبد يحب أن يكون محبوبا لدى الناس. لذلك هذا السائل سأل عن عمل إذا عمله أحبه الله وأحبه الناس. ومحبة الله عز وجل إخوة الإسلام غاية يجب علينا أن نسعى لها جميعا، لأن الله إذا أحبك آواك، إذا أحبك نصرك، إذا أحبك وفقك، إذا أحبك هداك، إذا أحبك رعاك، إذا أحبك حماك، إذا أحبك حفظك. لذلك كما جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأولياء الله هم أحباؤه. لذلك هذه همم الصحابة، كانوا يسعون لنيل مرضات الله عز وجل. أما نحن الآن لسان حال كثير منا يسعى لأن يزداد من هذه الدنيا جمعا ومن حطامها جمعا، فأحلامنا قاصرة وأحلامنا في هذه الدنيا الفانية إلا من رحم الله. أما أصحاب رسول الله فإن أحلامهم أن ينالوا رضا الله وأن ينالوا محبة الله. لذلك هذا السائل قال: يا رسول الله، دلني إلى عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. إذا أردت أن تكون من الذين يحبهم الله فازهد في الدنيا. وما هو الزهد؟ لأن في الإسلام كثير من الناس يفهم الزهد في الدنيا فهما خاطئا. الزهد هو ترك الشيء من أجل شيء أعظم عند الزاهد من الشيء المتروك. يقال فلان زاهد في الوظيفة، يعني ماذا هي الوظيفة؟ ترك الوظيفة لأنه يملك عمل تجارة أو غيره أفضل من الوظيفة. الزهد في الدنيا هو ترك الدنيا لشيء أعظم عند الزاهد من الدنيا وهو الآخرة. يعني الزهد في الدنيا ترك الدنيا من أجل الآخرة. لكن ترك الدنيا لا يعني ترك العمل فيها والاجتهاد فيها، لا. وبلغ تمشوا في مناكبها وكونوا من رزقه وإليه النشور. ترك الدنيا لا يعني ترك العمل، لا. لا يعني ترك السعي، لا. ترك الدنيا أن تكون الدنيا أن يكون المال في يدك لا في قلبك. ترك الدنيا أن لا تعطلك الدنيا عن الآخرة، أن لا تكون الدنيا سبب لفوات الآخرة. الزهد في الدنيا إذا تعارضت مصالحك الدنيوية مع عباداتك الأخروية، الزهد في الدنيا أن تقدم الآخرة على الدنيا. إذا نادى المنادي
من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع يا أخواننا ما مقصود التجارة بس، ذروا البيع أي عامل يترك عمله، ذروا البيع الصانع يترك صنعته ويمشي المسجد، المعلم يترك تدريسه ويمشي المسجد، التاجر يترك تجارته ويمشي المسجد، أيضا عنده عمل عنده مصلحة دنيوية يتركها ويمشي المسجد. ما المقصود البيع بس، ما المقصود البيع بس، المقصود ترك الأعمال جميعا، والبيع نموذج والتجارة نموذج. اذهب في الدنيا اجعل الدنيا في يدك لا في قلبك. اذهب في الدنيا انفق المال. إخوة الإسلام، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم عرفوا حقيقة الدنيا وعرفوا الزهد فيها. الزهد لما تملك الدنيا وتتركها، لما تملك الدنيا ولا تشغلك عن الآخرة. أريد أن نرى بعض الأمثلة للزهد والزاهدين في زمان الصحابة، وعلينا أن نقارن ذلك بتمسكنا بالدنيا وببخلنا بأموالنا من أجل الدنيا. قصة معروفة ذكرتها في هذا الموضع أكثر من مرة. لما حضر عام الرمادة، عام الرمادة عام حصل في عهد عمر بن الخطاب، وهذا العام أصاب المؤمنين فيه جوع وفقر ومسغبة، لم تنزل الأمطار وتعرض الناس للطنة وللمرض وللتعب وجاع الناس. في هذا العام واشتداد الفقر بين المسلمين والمدينة خالية من المواد التموينية والبضاعة، تدخل المدينة عير لعبد الرحمن بن عوف فيها عددها 700 بعير مليئة محملة بالبضائع. ودي لغة التجار الليلة دول كان جاب بضاعة يجيب لك شنو؟ السوق كاشف. السوق كاشف معناه ببيع بأي سعر يمسك بس، وأي سعر الناس بدوه، لأنه ما في حاجة، الناس محتاجين للبضاعة دي. والكلام ده لما تيجي تتذكر زماننا احنا الليلة لما كانت المدينة محاصرة، شوف التجار اتصرفوا كيف إلا من رحم الله. نصف البضاعة يتمنوا في الناس منى، والبضاعة كل يوم زايدة وزايدة. جاهزة ديسي، شوف الزهد الحقيقي. دخلت 700 بعير، والتجار بطاربوا في عبد الرحمن بن عوف وفتشوا فيه، وبدوا يعرضوا تجارتهم. يقول لهم أعطيك بدل الدينار دينارات، يعني البضاعة لو 10 مليون نديك معاه 10 مليون ثاني يرفض. نديك بدل الدينار 2، يعني لو قيمتها 20 نديك 30 يرفض. والصور بدل الدينار 5 دينار 7 دينار. قال لهم وجدت من يعطيني أكثر، في بدفع في زول البخيل بدفع أكثر. فسمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما يحصل. عبد الرحمن بن عوف الناس بدوه وهو لسه ما لا يبيع، فأطمرت في نفسها قالت أصاب أصحاب محمد بعد محمد شرا، والله لو رأيته لأقرعنه. لا، صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى في الناس ويزيد له الدينار ب5 وما لا يبيع، بس خليه ألم فيه، لو لم يديه سمعوا كلام شيء. فإذا هي وهي تحدث نفسها فإذا بالباب يطرق الباب، فتقول للجارية اذهبي، من في الباب؟ فتقول لها الجارية إنه عبد الرحمن بن عوف. يا لها الدين، وحمد الله أنه جاء في مكانها، وأمرت أن تسمعه كلاما شديدا لأن هذا فيه عدم رحمة بالمؤمنين، ولكنه سلم عليها وسألها ألم تسمعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ندخل الجنة ويدخل عبد الرحمن بن عوف حبوا لعل الله يطلق رجليه؟ قال لا، ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن نخش الجنة.
وعبد الرحمن بن عوف يدخل شنو؟ حبوة. ويا اخواننا زول كان فينا انه يدخل حبوة ولا يدخل ما دي نعمة كبيرة صح؟ يدخل حبوة، لكن هو داير ربنا يدخل عينينه رجلينه ويمشي مع الناس. قال لها أشهدك أني قد أنفقت كل هذه القافلة في سبيل الله عز وجل لعل الله يطلق رجلي. بس عشان ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة فكرة جميل مع الصحابة سوا، فإني أنفقت هذه القافلة تخيل معي 700 بعير، ويمكن أن يدفع له في مقابل البعير 5، يعني كأنه أنفق ما يعادل 350 بعير محملة بالبضائع في سبيل الله عز وجل. هذا هو الزهد الحقيقي. الزهد الحقيقي أن تترك الدنيا. لكن نحن مفتكرين التدين إنه الإنسان يصلي الصلوات ال5 في المسجد ويقرأ قرآن. لا، يجب أن صلاتك وعباداتك تنعكس في سلوكك وأخلاقك. أنت بتصلي الصلوات ال5 في المسجد وبتبيع بالربا، فإذا صلاتك شنو؟ بتصلي الصلوات ال5 في المسجد وبتغش وبتكذب، فإذا صلاتك شنو؟ بتصلي ال5 صلوات في المسجد وبتجي الأول وبتمشي بتستقبل بالرشوة، فإذا صلاتك شنو؟ الصلاة يا إخواننا والعبادات دي لو ما ظهرت في السوق ولو ما ظهرت في البيت ولو ما ظهرت في حياتنا ما لنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أنت دار تعرف صلاتك ماشية ولا ما ماشية؟ دار تعرف صلاتك ربنا جميلة ولا ما جميلة؟ ربنا قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله. إحنا بنصلي والفحشاء والمنكر منتشرة. لذلك عباد الله علينا أن نراجع أنفسنا. اذهب في الدنيا يحبك الله. لا ربنا يحبك، اذهب في الدنيا. والله يا اخواننا الدول لا يذهب في الدنيا عليه أن يقرأ القرآن. إن القرآن قد كشف الدنيا وفضح الدنيا. ربنا قال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. تقرأ القرآن، ما ذكر في الدنيا في القرآن إلا وهي مذمومة. الدنيا ربنا ورانا ليها. لا يوجد من يعرف الدنيا أكثر ممن خلقها. ربنا ورانا مثل الدنيا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. لذلك عباد الله علينا أن نقيم الدنيا التقييم الصحيح وأن لا نجعلها أكبر همنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علم ولا إلى النار سبيلا. لذلك يا إخوة الإسلام هذه الدنيا خداعة فلا تخدعنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم.